لحظة واحدة، لو انت من جيل التسعينات عايز اسألك سؤال، واحنا ليه كجيل التسعينات طالعين بنجري بننط مراحل من الحياة ما بنعديش عليها، بنسكيب؟ يعني انا من كام يوم قررت اشتري السجادة دي، ركبي بتوجعني وانا بصلي ومحتاج حاجة طرية انزل عليها، ونزلتها كستوري اهزر مع الناس عندي. المفاجأة الكبرى، كله بيسألني جبتها منين؟ لا مش مالك يا ابني، إيه اللي بيحصل لك، اتصبت ولا ايه؟ لا مفيش الكلام ده، جبتها منين؟ عايزين نجيب زيها بسرعة. ما هذا الجيل كله يعاني من خشونة الركبة؟ يا المصيبة الكبرى، في ايه اللي بيحصل؟ ما في مرحلة شباب المفروض بنعدي عليها، احنا خرجنا من الاندر ايدج للشيخوخة ايدج، خلاص طلعنا نجري، في مرحلة المفروض عايشينها. وبعدين وانا بشتري السجادة اللي عاملة الاعلان بتقول عايز هدية لماما، عايز هدية لتيتا، لا هدية لتيتا ايه ده ليا؟ لا ده انا جايبها ليا، انا محتاجها انا والله، ده تيتا مش هتشوفها. انت بتقولي ايه؟ بتهزري؟ احي يعني دي المفروض لتيتا؟ ما تهزريش. طب انا عندي اقتراح، ما تيجوا نمثل ان احنا لسه صغيرين، مفيش حاجه، نحاول نعيش اليومين اللي فاضلين لنا. ايه ده؟ ايه فاضل لنا دي؟ انا تيتا بجد ولا ايه؟ يعني انتوا فاهميني، نفتكر ان احنا في مرحله الشباب ونعيش بقى، نشكر ربنا على الصحه اللي احنا فيها، وننزل نقرف الاندر ايدج في حياتهم، نزاحمهم نقرفهم في حياتهم بدل ما هم قارفيننا في حياتنا، جايبين لنا العقده. ننزل بقى، ها يا اطفال، ايه الكلام على ايه بقى؟ ونلبس لهم باجي وتيشيرتات مرسوم عليها دول اجنبيه ومكتوب عليها انها لوكال، بس عشان هو عبط بس كده. ايه ده؟ ركاب غريبه وصحه غريبه.